بقول الحمد لله والشكر لله على المباريات اللي فاتت. مباراتين مهمين جدا، كان سموحه والحرس، والحمد لله ربنا وفقنا فيهم بشكل جيد، ووفق الولاد ان هم ياخدوا 6 بونت مهمين جدا في الصراع اللي احنا بنشهده الفتره دي. مباراه نادي الزمالك، تيم مختلف، يعني الزمالك تيم مختلف تماما، وانا عارف الكلام ده كويس قوي. يعني تيم مختلف وعنده حلول على المستوى الفردي عاليه جدا، والمستوى الجماعي ايضا عاليه جدا. ان شاء الله باذن الله الولاد يوفقوا في ان هم يعملوا مباراه كويسه، ويكونوا كويسين في الماتش ومركزين، ويقدروا ينفذوا الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله باذن الله. كل التقدير والاحترام طبعا لنادي الزمالك، انا ابن نادي الزمالك، ولكن ده شغلي ولازم ابقى انا مخلص في شغلي وعملي، وربنا يوفق ان شاء الله، وربنا يكرم الافضل في الملعب. يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى نكون الافضليه باذن الرحمن لينا كنادي المصري يعني ان شاء الله. ماتش صعب طبعا، استعد له زي اي ماتش، بس هو طبعا عارف ماتش الزمالك بيبقى ليه طابع خاص زي ما انت قلت، من الماتشات الكبيره، واتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه تفرح بيها الناس هنا في بورسعيد. احنا فرقه كبيره برضو احنا فرقه كبيره وفرقه يعني مش قليله، وان شاء الله نقدر ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. ماتش زيه زي اي ماتش ب3 بونت، بس هو طبعا انت عارف نادي الزمالك نادي كبير وكل الناس بتبقى عينيها على الماتش دوت، وزي ما انت عارف ده بيبقى مهم. ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى مهمه للاعيبه يعني الانديه التانيه، فالانديه بيبقى عينيها على الماتشات دي، فاحنا مركزين ان شاء الله. زي ما انت قلت فرق بونت بيننا وبين نادي الزمالك، فالماتش دوت فهو هيفرق يعني على تصدر الدوري وكده، فاحنا مركزين ان شاء الله ربنا يكرمنا، نازلين نلعب على المكسب ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكون المكسب حليفنا ان شاء الله. الحمد لله على اداء الماتشات اللي فاتت دي كلها، واحنا ماشيين بشكل كويس الماتشات اللي فاتت دي كلها، ربنا يكرم ان شاء الله. ماتش الزمالك طبعا فرقه كبيره وماتش ليه حسابات تانية، وربنا يكرمنا ان شاء الله وبنلعب على المكسب. طبعا كابتن طارق كل كلامه علينا ان احنا بنلعب على المكسب، فربنا يسهل يعني اللي احنا نكسب ان شاء الله ونتصدر الدوري ان شاء الله. طبعا الماتش ده زيه زي اي ماتش، يعني زيه كلها 3 بونت، بس طبعا ده هيحسسك ان انت فعلا فريق كبير، مش فريق بقى صغير وبتكسب عادي زيك زي اي فرقه، لا هيحسسك فعلا انت فريق كبير ولا فريق صغير. بس هي دي اللي هتفرق ان شاء الله، وهتفرق بقى محدش هيقدر يوقفك ان شاء الله. ده اعتقادي الشخصي ان انت لو كسبت ماتش زي ده باذن الله محدش هيقدر يوقفك تاني بقى في الجدول خالص باذن الله، وهتبقى تفرق معانا كبير قوي كتير قوي في الجدول ان شاء الله. والله احنا مركزين، هو ماتش زي اي ماتش 3 بونت، مركزين في الماتش ده. الماتش ده هيفرق معانا جدا ان شاء الله لو ربنا اكرمنا يعني وكسبنا. مركزين ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه، عارفين نادي الزمالك نادي كبير وفيه لعيبه كويسه كتير. الاسبوع يعني التمارين اللي فاتت دي كلها مركزين وعارفين طريقه لعبهم وكده. ربنا يسهل ان شاء الله ويكون الحظ حالفنا ونقدر نحقق مكسب ان شاء الله باذن الله. والله احنا الحمد لله بنحمد ربنا طبعا على الفتره اللي فاتت ديت. طبعا احنا دلوقتي في مركز كويس لازم ان احنا نحافظ عليه. احنا الماتشات كلها مركزين فيها، ما بنركزش احنا هنلاعب مين. اكيد طبعا نادي الزمالك فريق كبير، بس احنا مركزين قوي ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الماتش ده، فربنا يكرمنا باذن الله وان احنا نقدر نجتهد طبعا في الماتش، وربنا يكرمنا ونقدر نفرح الناس. انت شايف الناس عاملين ازاي في التمرين، فربنا يكرمنا ان شاء الله عشان خاطر الناس زي باذن الله. يعني احنا ان شاء الله طبعا ماتش الزمالك طبعا هيبقى ليه استعدادات خاصه طبعا، واحنا قعدنا واتكلمنا مع اللعيبه وان شاء الله باذن الله احنا هنضاعف المكافاه، وان شاء الله لو فضلنا كده باذن الله في المربع الذهبي في نهايه الدور الاول ان شاء الله هيبقى في معسكر. وعدنا اللعيبه اللي احنا هيبقى في معسكر خارجي، هيبقى مثلا في الامارات او في المغرب، وعشان هيبقى منه ترفيه برضه، ومنه اللعيبه برضه تعدي نفسها للدور الثاني. والله الحمد لله، يمكن فعلا زي ما بتقول احمد النهارده بعد ثبات التشكيل وبعد الانسجام اللي بين اللعيبه والروح اللي كنا فاقدينها في اول بدايه الدوري، لكن الحمد لله اعتقد ان اللعيبه رجاله، ويمكن احنا بقى دلوقتي 3 أسبوع الحمد لله. انا شايف الاداء قبل النتيجه كمان. احنا بالنسبه لنا والله كنا بنتكلم مع الجهاز الفني ان المباريات كلها بالنسبه لنا نفس الاستعداد واحد. الزمالك مع احترام كل الفرق كلها دلوقتي ما عادش في فريق كبير وفريق صغير، لكن النهارده المباراه اللي جايه انا بعتبر كده عن نفسي ان هي مباراه صعبه. يعني هي دي اللي هتخليك بقى تحدد اتجاهاتك وتوجهاتك ان شاء الله، لو ربنا كرمنا فيها
اعتقد ان هيبقى لنا شأن تاني ان شاء الله في الدوري السنه دي يعني ان شاء الله.